مشروب الطوزة. صلوا على سيدنا محمد يلا تنقطم رقبيكم. وحنبدأ دلوقتي على طول نحط الدقيق، شوية دقيق كده، نص كوباية دقيق بس، ونجيبه بقى كوباية ونص مية عشان خاطر الوصفة الجميلة اللي كلها بركة دي ما شاء الله. اللهم صل على رسول الله. وكيسين فانيليا تفضيهم كلهم كده، الكيس فيه تفه يا ساتر يا رب، ما فيهوش حاجة والله الكيس فاضي. وتضرب. بسم الله الرحمن الرحيم. مشروب البركة دي احلى مشروب ممكن تشربوه في الشتاء، جميل. هو بيتشرب في الصيف وفي الشتاء برضه. احسن حد ممكن يعمله هو اني، لان ابويا كان شغال فيه دي. ابويا كان احسن واحد يعمل مشروب الطوزة. ابويا اشتغل كل حاجة يعني، وكل حاجة كانت بتنجح معاه. رخر انا ربنا مبارك فيه، ما نمسكش حاجة الا ونفسدها على طول. معلقتين سكر بقى، تحطي معلقتين ثلاثة زي ما تحطي، اللي ربنا يقدرك عليه حطيه. مش عايزة تحطي ان شاء الله على الميتين ابوكي ما حطيت. وتفركيهم في بعض كده، لازم على النار كده لحد السكر ما يدوب. تفضلي تدوبي يا سلام. وحندوبوه كويس كده، وبعد كده حنجيبه نص كوباية مية ومعلقتين سكر والخميرة البيرة الجميلة اللي زي الزبدة دي اهي، عجين خالص. هي دي سر نجاح الوصفة. بقلب القمية كده مية عادية لا سخنة ولا مغلية، زي الفل، عشان تعمل فقاعات كده معاكي وتنجح وتبقى زي المقلبية وتدربيها. حد هيقولك بتدربي الخميرة ليه؟ اضربي كده ببعضها، خليك يبقى معاكي قشطة كده. بصوا مكلكعة لسه اهي، تضربيها كلها ما تخليش حاجة معاكي، وهتفضلي تدربي كده لحد الكلكوعة دي ما تبوش. اما البتاعة دي تبوش، حتة البلانكة دي تعرفي على طول ان انت كده مية مية تضعاكي كده. حد هيقولك بتضعاكي ليه؟ والله ما حد هيعبرك. السر في الخميرة، اذا كانت الخميرة بتاعتك حلوة المشروب هيبقى زي العصر، ما كانتش حلوة هيبقى مشروب سواد. اسمعوا مني يا ولاد، انا عمري اصل مشروب الطوزة دي تحب الخميرة تكبرها وتفشرها وتخليها حلوة ومنفوش. اهي دابت معانا. بصوا الخليط، وحنركنوها على جنب بقى عشان تخمر. اول ما تخمر كده وتشبر تعرفوها انها جاهزة على طول. وعلى النار بقى كده لحد ما البتاعة تلف معانا كده وتبقى زي العسل. على فكرة انا ما بنقولكمش غير الحاجة اللي فيها مصلحة ليكم، وانا عمري ما قلت لكم حاجة تضركم يا ولاد او فيها الخير ليكم. ولازم كده الواحد يدور برضو على الحاجة اللي تدفي واللي تغذي ويعملها. المشروب ده هيلكمك، تخليك تشرب ما تعوزي من الدنيا حاجة، تروح تتكلفت وتنام وتفضل تفسي في الفرش. يا سلام، هي الواحدة ايه ولا الواحد غير فاسية تحت البطانية يتدفى بيها في الشتاء والبرد القارس دي. دلوقتي هيلف معايا ويبقى القوام بتاعه تقيل وجميل. لازم الخليط بتاعك يبقى متناجس، لسه هياخد ويدي معايا وهيبقى قاص، بس ايديكي فيه على طول في التقليب على طول كده، ما توقفيش وتسوي بقى كده على طول كأنك مكنة بالكهرباء على طول، عشان ما تقولوش ام ابراهيم سابتنا عملناها وكلكعت مننا. انا بنقول كل حاجة اهو، وكله على عينك يا فاجر اهو بالضبط. كل حاجة واضحة ومية مية. اول ما يمسك كده ويبقى حلو كده ومتناجس تعرفي ان خلاص كده بقى يطبل اهو. الخليط اهو بقى في قوام البرابير كده وطبل وبقى زي العسل. استعنا على الشجر بالله. بصوا كوبايه الخميره فارت وبقت عامله ازاي كده، خميره ناشحه ومية مية. هنفضوها بقى تترشي على طول فوق العجينه كده، تترشي على طول وتدوبي. عايز التاني اديها، ما عزتش ما تدهاش، وتقلبي كده في قلب بعض. وما شاء الله 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 الله. زبد
زبدة صيحة لبن نايحة اهو. يا صلاة النبي يا صلاة النبي يا صلاة النبي، ايه الجمال دي. واديكم شايفين الدنيا ما شاء الله جميلة والنتيجة مضمونة وزي العسل اهو. هنغطيها بقى كده. وهي الحلة خمرت وتقلت وربربت، شايفين؟ فاكرين كانت الحلة فيها حبة قد ايه؟ اتملت وبقت جميلة خالص. هنجربوها بمعلقة معاكم. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. حاجة ما فيش بعض كده، حاجة عظمة ما تطلعش غير من خلال خالتكم ام براهيس اهو. حاجة قشطة خالص. وهنفضوها دلوقتي ونشربوها ونزرطوا. هنفضي بقى معاكم دلوقتي حاجة ما فيش بعد كده، الطوزة الجميلة اللي ملهاش حل. الله اكبر الله اكبر. نملوا واحدة كمان خير ربنا يامي، وفيها بركة من نص كوباية دقيق واحد. تملوا الدار وتشربوا وتشربوا العيال وتشربوا الجيران كمان. اي حد معدي يعزموا عليه بيه. يا صلاة النبي، حاجة عظمة عظمة. والكياس برضو عشان ما تقولوش ام ابراهيم استخسرت فيني، لا عمري ما نستخسر فيكم. هنعبوا في الكياس حاجة ما فيش بعض كده اهو. في الكيس بقى احلى من الكوباية 100 مرة. هي اصلا اساسها مش تتشرب في كوباية، لا في كيس عشان تخرميه كده زي البيتزا وترضعي فيه. هنوريكم دلوقتي النتيجة زي الزفت اهو. صلاة النبي احسن. الكيس ده غالي لما تشتريه من عند الراجل بالشيء الفلاني، لكن لما تجيبيه من خالتك ام ابراهيم ببلاش. الكيس صحيح كده ولا كأن حاجة حصلت اهو. وتمطعيه كده وتملي غيره. خليكي شاطر، فيه بركة يا ولاد. مش عايزة نقول لكم هو اني خسرت حتة خميرة ب3 ساغ ونص كوباية دقيق. اضرب بكوبايتين مية. حاجة ما فيش بعد كده اهو زي العسل. الست الشاطرة هي اللي بتعرف توفق وتعمل الطوزة الجميلة اللي تضف عيالها اهو. وتمسحي الكيس من بره عشان النظافة واللطافة اهو. حاجة ما فيش بعد كده عليا الطلاق، ما فيه بعد كده في الدنيا. بسم الله ما شاء الله. شايفين النتيجة؟ البتاع بيفور مش مصدق نفسه. خلي بالكم البتاعة دي بتسطل، اللي عايز يتسطل يشرب مني. زمان كان عندنا قهوة، كان الراجل القهوجي بيعملها الأبويا والعمامي والخلاني والدنيا بحالها، وأهل البلد كانوا يشربوا. يفضل يشرب واحدة ورا التانية وفي الآخر يجي نايم في القهوة مش قادر يروح داره. يجي الراجل بتاع القهوة جايب الحمارة ومركب عليها الناس اللي كانت عنده في القهوة ويوصلهم لحد باب الدار. عايزة تشربيها كده ماشي، مش عايزة رشي لها شوية خرفران كده على الوش. اللي عندك حطيه، إن شاء الله ترشيها في الفلاسمر. اللي عندك حطي، شكليها زي ما انت عايزة، بصداني بحمص بوداني اي حاجة اللي عندكم حطوه وترشوه. والاكل جميل ويدفى في الشتاء وزي العسل.